يا صباح الفل عليكم من المتحف القومي للحضارة بالفسطاط. بنحييكم. والنهاردة هنتكلم عن أهم ماستر بيس بنلاقيها في المتحف القومي للحضارة. أول ماستر بيس بنلاقيها في القسم المصري القديم، بتتكلم عن وجود الإنسان على أرض مصر من 2 مليون سنة. بنلاحظ الأدوات الحجرية اللي مصنوعة من الزران. الزران يعني الزلط. شايفين الأدوات دي؟ الأدوات دي بترجع ل 2 مليون و300 ألف سنة. كلما كبر حجم الزران كلما بعد الزمن، كلما صغر الحجم اطلع فوق كده كلما قل الزمن. اللي فوق دول بيرجعوا ل 300 ألف سنة قبل. الإنسان المصري عاش على أرض مصر من 2 مليون سنة، وبدأ يستخدم الزران كأدوات للصيد وكأدوات في حياته اليومية. والحقيقة الأدوات دي تم العثور عليها في أهم 3 مناطق في مصر، في الدير البحري بالأقصر، ومنطقة العباسية، ومنطقة حلوان. دول أهم 3 أماكن تم العثور عليهم على هذه الأدوات الحجرية المصنوعة من الزران أو الزلط. شكرا.